سد في المغرب اللي هو سد الوحده في المقابل الساكنه في تاونات تازا تيسا غصاي ومجموعه من الجماعات الترابيه المجاوره اللي مازال البعض منها كتشرب الماء من السيترنات وكتموت بالعطش خاصه في فصل الصيف. مع العلم ان التقرير تكلم على الفوارق المجاليه والاجتماعيه، وهذا وجه من اوجه هذه الفوارق. من غير الا كان حتى الماء فيه الفرقشيه والخلاص بالكاش وباك صاحبي، هذه حاجه اخرى. اما فيما يخص الحمايه الاجتماعيه، سيدنا الله ينصرو فاش عطى الانطلاقه الفعليه لهذا الورش الهام، كان الهدف ديالو هو الارامل والمسنين والاشخاص في وضعيه اعاقه يستافدوا من هذا الدعم الاجتماعي، عكس الحكومه اللي قصت بعض هذه الفئات بسبب المؤشر اللي مره طالع مره هابط، ويستافدوا من التغطيه الصحيه. اللي مرض يداوى، الولاده كتكون في السبيطار ماشي في بابو، الدواء في متناول الجميع، ماشي عندنا بمليون وبرا ب 400 درهم، راه ما كيقلب على الدواء غير اللي مضرور. لهذا نطالب المجلس الاعلى للحسابات بالتدخل العاجل والصارم لمواجهه فرقشيه الدواء. ندوزوا للامن الغذائي. الحمد لله ربي نعم علينا بالشتاء، ما بقى جفاف. فوقاش هاد الدراوش غادي ياكلوا الحوت؟ راه المواطن كيمشي للسوق كيرجع مريض في جيبو وفي صحته. واش المواطن رخيص عندكم لدرجه انكم تبيعوا له الشياطه ديال التصدير اللي كترجع من برا عامره مبيدات مسرطنه؟ واليوم بغينا منكم تفسير لهذا الشيء. وحنا مقبلين على عيد الاضحى، مازال كنشوفوا الغلا في اللحوم، في الفاخر، الاضاحي، وديروا شي حركه. بغينا كل شيء عيد هذا العام. اما البطاله حدث ولا حرج، غاديه وكترتفع. على سبيل المثال عندنا في جهه فاس مكناس وصلت ل 14.2، وعليه نطالب من السيد كاتب الدوله اللي موظف لنا ومهلي لنا في صحابه، ما حسدناهمش، يشوف غير شويه في ولاد الشعب، والله ما طامعين يخدموا في الوزاره، بركه عليهم غير 400 درهم نص نهار لمحاربه البطاله. وما ننساش حراس الامن الخاص اللي في المدارس والسبيطارات اللي كيسنيو في العقد على السنيك، وفي ثالث شهر كتوصلهم غير 1000 درهم. مزيان نقصوا لهم من ساعات العمل، ولكن الحديث النبوي كيقول لك اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. اما المتقاعدون فالله يصوب لهم. واش الحكومه في خبرها ان بعضهم كيعيش غير ب 100 و 300 درهم للشهر؟ اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.